إزاي تستخدم ال AI في كتابة application المنح سواء achieving أو أي منحة تانية أو التقديم على جامعات أو شغل في مؤسسات دولية. ورغم كل applications المنح وكل المواقع بتقعد تقول لك اوعى تستخدم ال AI، فالموضوع دلوقتي عامل بالظبط ال AI زي الكمبيوتر زمان. أول ما الكمبيوتر طلع وغيره كان بيقول لك لا معلش ما تقدمش application ولا تكتب لي أي حاجة بالكمبيوتر، أنا عايزها بخط إيدك علشان الكمبيوتر ده بص حاجة جديدة وأنا لا أثق فيه. فالاي اي دلوقتي هو بالظبط، دلوقتي ما نقدرش نتخلى عن الكمبيوتر، ودلوقتي فعليا الاي اي هو الكمبيوتر بتاع المستقبل. كده او كده هتستخدمه، وكده او كده لازم تعرف ازاي تستخدمه صح، بحيث ان انت مش هقول ما تتكشفش لان انت مش هتغش بيه، انا هقول لك ازاي تستخدمه استخدام صحيح، ولا انت هتتبان ان انت استخدمت اي اي ولا انت هتغش بالاي اي. فاي ابلكيشن منحه لما بتحاول تكتب اجابات للاسئله او اي مقال بتكتبه او جامعه بتقدم عليها عشان تكتب مقال معين او اجابه معينه، انت بتمر حتى ان لم تدرك بخمس مراحل اساسيه. مرحله اسمها conceptualization او تكوين فكره الاجابه، هتقسم الاجابه بتاعتك دي ازاي، هتبقى الاجزاء بتاعتها عامله ازاي. بعد كده drafting، بتعمل الفيرست درافت، بتكتب الاول الافكار دي لاول مره، اول اجابه خالص بتكتبها. بعد كده بتعمل editing، بتبص تاني على الاجابه وتراجعها وتعدل فيها. بعد ما بتخلصها بتعمل بروف ريدنج، اللي هو بتبص تاني بقى على الإجابة عشان تشوف أي غلطات إملائية، أي غلطات نحوية وهكذا. وبعدين بتعمل فاينلايزيشن، تبص عليها كده بصة أخيرة وكده خلاص أنت خلصت. فأنه مرحلة من المراحل دي تستخدم الاي اي ويكون استخدام مشروع، وما ينفعش حد يقول لك لا ما ينفعش تستخدمه في المرحلة دي أو هتتكشف أو غيره. هو ده اللي مهم تعرفه. في مرحله الكونسبشواليزيشن او تكوين فكره الاجابه، طبعا استخدم الاي اي ومحدش يقدر يلومك. الموضوع بالظبط عامل كانك عندك صديق عارفه كويس جدا وهو عارفك كويس، عارف كل اللي انت عملته وعارف مهاراتك وخبراتك، وبتاخد رايه وبتقول له انا عندي سؤال زي ده مكتوب في المنحه وادي مهاراتي وخبراتي، ايه رايك، ايه اللي اكتبه هنا، انه موقف من المواقف الكتير اللي انا قلتها لك اقدر اكتبه في حاجه زي كده باجابه السؤال ده، مع العلم ان السؤال دوت مكتوب مثلا الجايدنس بتاعه على الموقع ان انت لازم تذكر 1 2 3 4. فانت بتناقش الاي اي زيه زي صديق عنده خبره في التقديم على المنح وعارفك كويس، بتديله معلومات عن نفسك، بتقول له انا اشتغلت في المكان الفلاني، عملت الحاجات الفلانيه، في مواقف عديت بيها 1 2 3. والسؤال مثلا بتاعي دلوقتي عن المهارات القياديه بتاعتي، ازاي اقدر اخلي شكل الاجابه بتاعتي يبين المهاره اللي عندي في الجزئيه دي. هيبدا يتناقش معاك، يقترح عليك، يقول لك والله ممكن تبدا بحاجه زي كده وتنهي بحاجه زي كده، اكتب المهارات دي 1 2 3 وهكذا. بتبدا تتناقش مع الاي اي زيه زي صديق، وبتكون فكره اساسيه ازاي هتكتب الاجابه بتاعتك، شكلها كسكشنز عامله ازاي، هتقسمها ازاي. الاستخدام ده استخدام مشروع 100%، ومحدش بيقدر يلومك عليه ولا بينكشف باي حاجه لان انت اصلا لسه ما كتبتش حاجه. تيجي للمرحله الثانيه هي الدرافتنج او الفيرست درافت، اول نسخه من الاجابه. نصيحه ما تستخدمش الاي اي في المرحله دي، دي اهم مرحله ما تستخدمش الاي اي فيها. ليه؟ لان هي دي المرحله اللي هتطلع فيها شخصيتك في الاجابه. انت دلوقتي كونت فكره ازاي هتجاوب، اكتب براحتك، اكتب اجابتك دي. لو انا بقول لك دلوقتي بص ما تقلقش انت كده او كده اتقبلت معانا، اكتب لي الاجابه اللي في بالك، اكتب لي الاجابه اللي تريحك وتعبر عن نفسك، اكتبها بقى دلوقتي. اكتب الاجابه دي فعليا مهما كانت لغتك ضعيفه شويه، مهما كان في اخطاء املائيه، مهما كان في مشاكل في الكتابه، اكتب اللي في دماغك وسيبك دلوقتي من عدد الكلمات والكلام من ده. اكتب بس الاجابه او الفيرست درافت، دي مهمه جدا، ما تستخدمش الاي اي فيها. لو استخدمت الاي اي في المرحله دي خاصه لو ما اعطيتوش معلومات كافيه عن نفسك، هيدي لك اجابه جينيريك، وهي دي اللي بتتكشف في برامج الكشف عن الاي اي، ان هو هيدي لك اجابه عامه جدا، مش بيرسوناليزد، مش خاصه بيك، دي اجابه عامه تماما تماما. فساعتها هتتكشف ان انت استخدمت الاي اي، وفعليا الاجابه دي مش هتتقبل بيها لان هي اجابه عامه جدا. هو بيدور على شخص، المنح دي بتدور على شخص معين عنده كفاءات ومهارات ومواقف شخصيه مميزه ليه. لو ما لقاش الموضوع ده ولقى المواقف اللي انت كاتبها جينيريك قوي قوي، عامه قوي قوي، فغالبا يا اما انت حد ما عندهوش خبره فعليه، يا اما والله انت استخدمت الاي اي في الموضوع. فبالتالي مرحله الدرافتنج دي ما تستخدمش فيها الاي اي. هتيجي المرحله اللي بعدها مرحله الاديتنج او التعديلات، التغييرات. بعد ما بتكتب اول نسخه من الاجابه بتبص عليها مره ثانيه. في المرحله دي
تقدر تديها للاي اي. قول للاي اي مثلا او شات جي بي تي او ايا كان اللي بتستخدمه، انا كتبت دلوقتي الفيرست درافت او الاجابه بتاعتي اهي، والله بص على الاجابه ديت وما تغيرش اي حاجه، ما تشيلش اي كور ايدياز، ما تشيلش افكار اساسيه، ما تغيرش الاستراكشر او ترتيب الافكار بتاعتي في الوقت الحالي، ولا تعمل اي تغيرات جوهريه في الموضوع، ولكن بص على الاجابه وقول لي ايه من رايك انت كاي اي ازاي اقدر احسن الاجابه بتاعتي دي، من حيث اني انا والله هل في كلمات ممكن اغيرها تعبر اكتر عن المعنى، هل مثلا في موقف ممكن او اجزاء انا ما ركزتش عليها في الموقف اللي انا كتبته. هيقول لك مثلا بص انت ركز شويه على الامباكت، ركز على التاثير، تاثير الموقف ده على شخصك وعلى شغلك، انت مش كاتب فيه كتير. ركز شويه على الكونتكست، القصه مش واضحه، هو حصلت فين القصه دي، كانت امتى، كانت ايه الظروف اللي حواليها، الموضوع مش واضح. فهيقول لك الاجزاء اللي ممكن انت تغفل عنها. تاني وتالت زيه زي صديق مخلص النصح كده، انت عطيته الاجابه بتاعتك وقلت له ايه رايك، فقال لك والله في اجزاء واحد اتنين تلاته ركز عليها اكتر. فدي مرحله الاديتنج، ودي مسموح تستخدم فيها الاي اي تاني تحت مبدا المناقشه واقتراحات ايه اللي تغيره وايه اللي تركز عليه وايه اللي تشيله في الاجابه دي، خاصه لو انت عدد الكلمات كان كبير وعايز تقلل الكلمات. قول له ان مثلا الاجابه بتاعتي طويله جدا، فايه الاجزاء اللي يفضل اسيبها زي ما هي بحيث اركز عليها، والاجزاء اللي ملهاش لازمه دي بتكرر المعنى ممكن اشيلها، بس ما تغيرش حاجه في استراكشر الاجابه في المرحله دي. وتبدا بعد ما يقول لك المقترحات عدل انت بنفسك تاني، انت بنفسك اكتب وعدل اديتنج على الدرافت بتاعك. هتيجي في المرحله الرابعه هي البروف ريدنج. انت دلوقتي خلصت الاجابه بتاعتك، يعني خلاص كتبت النسخه الاولى، اخدت راي الاي اي وقال لك مقترحات، عدلت على الاجابه بتاعتك. مرحله البروف ريدنج هنا مش مجرد ان انت بتتشيك لغويا والاخطاء الاملائيه وهكذا، لا خليها اعلى شويه. انت بتتشيك فعلا لغويا هل في اخطاء املائيه ولا لا، اديها للاي اي وقول له ما تغيرش اي حاجه، تشيك هل في مشاكل لغويه ولا لا، تشيك الجرامر هل في اي مشكله في القواعد النحويه بالنسبه للغه الانجليزيه او غيره او لا. وهنا بقى النقطه المهمه، قول له ان ايه مقترحاتك او ايه التغييرات اللي ممكن اعملها في الوردنج، الكلمات اللي مكتوبه، بحيث يكون المعنى اقوى ويكون الفلو او التناسق ما بين القصه اللي مكتوبه والكلام افضل. ايه التغيرات او الكلمات القويه؟ وهنا انت بتستخدم الاي اي كانك رحت لحد لغته الانجليزيه قويه، بس هو صديقك، فمش بيبص بس على اخطاء املائيه، ولكن بيقول لك بص بدل مثلا ما تكتب الكلمه دي اكتب كلمه كذا. هتلاقي كده والله عارف اللي هو دحلاب كده، هيقول لك الكلمه دي اقوى، تعبر عن المعنى وتحسن التنسيق او الفلو بتاع النص اللي انت كاتبه، الفهم بتاعه، او ان انت تانجيج وتاخد انتباه الشخص اللي قدامك. واطلب برضو من اي اي حاجه زي كده، improve الانجيجمنت لانجويج، اللغه اللي مستخدمه ان هي تجذب القارئ بالنسبه لي. فالجزء دوت برضو لما هو هيقترحه عليك، ابدا انت خد التكست اللي هيطلع دوت، ساعتها التكست ده انت متاكد ان هو قواعده النحويه ان شاء الله كويسه، لغته ما فيهاش اخطاء وهكذا، وهو اي اي غير كلمات فيه. اعمل مقارنه ما بين النسخه اللي انت كنت كاتبها والنسخه الاي اي دلوقتي عطاها لك، وساعتها شوف الكلمات اللي اتغيرت دي، منها كلمات اكيد كويسه جدا سيبها، ومنها كلمات اوفر شويه، عارفين كده الكومنت يقول لك شعبلها لي شويه، الكلمات دي اوفر قوي، الكلمات دي يعني خلينا نقول في بعض الكلمات لما تستخدم بتضيع روح المعنى، بتضيع شخصيتك انت، كلمات خلت المعنى بارد الى حد ما، كلمات كده واحد اتنين تلاته اربعه، لا انت عايز المعنى يكون فيه شويه مثلا ايموشنال شويه، يكون فيه شويه مشاعر وهكذا. فانت عايز تكون اللغه بسيطه وواضحه وما يكونش فيها كلاكيع، كلمات مكلكعه كده تصعب المعنى. هنا هو مش بيتست اللغه، هو عايز يشوف شخصيتك. فلو لقيت كلمات اتغيرت بقت شكلها مش لطيف او لا تعبر عنك بشكل او باخر، شيل الكلمه دي ورجعها لاصلها، وتاكد ان انت الصح مش هو. هو مجرد بيغير لك الاي اي ده، بيغير لك شويه حاجات، لكن انت الصح والسؤال عندك انت، بيعبر عنك انت المفروض. وهتيجي في الاخر خالص في مرحله الفاينلايزيشن، اقرا مره كمان اخر مره، وحاول في المرحله دي فعليا تديها بقى لشخص، ما تديهاش لاي اي، اديها لاي صديق تعرفه، قول له اقرا الاجابه ديت وقول لي ايه رايك، هات فريش اي، هات عين جديده تبص على الاجابه دي تقول له ايه رايك في الاجابه دي كانسان، يعني هل الاجابه دي مثلا انت فاهمها كويس ولا لا، هل وصلتك الفكره اللي عايز اقولها ولا لا، هل فيها جزء ايموشنال جزء مشاعر كويس ولا لا، وهكذا.
اهم حاجه في الاجابات تاني اللي يفرق ما بين استخدام الاي اي الصحيح والاي اي الخاطئ، ان الاجابه تكون personalized، تكون اجابه عنك انت. لما تحكي موقف، احكيه موقف حصل معاك انت، زمان ومكان وتوقيت واحداث، حاجه خاصه بيك، مش موقف جينيريك او موقف عام. ما تحكيش موقف انا كنت ماشي في الشارع وحصل واحد اتنين تلاته، ده موقف جينيريك حصل مع 100,000 واحد قبل كده، وممكن اشك هل ده فعلا انت ولا ده اي اي اللي مستخدمه ولا انت بتحكي قصه حد تاني. حاول تكون القصص اللي بتحكيها داخل الاجابات بتاعتك، لان كل الاجابات لازم تكون على هيئه ستوري او قصه، حاول تكون حاجه خاصه بيك، اذكر فيها خبراتك انت، مواقف وشركات واماكن واشخاص انت تعاملت معاهم فيها. طول ما الاجابه personalized عمرها ما هتتكشف، وهي اصلا عمرها ما هتنفع تكون AI طالما هي personalized بالنسبه لك انت. فاستخدم الاي اي صح، ده مش غش، ده مجرد تاني هو صديق عنده خبره وعارفك بيحاول يساعدك. توفيق للجميع ان شاء الله، واسف لو الفيديو طويل.